عروسه وهتعيشي في بيت العيله، اسمعي الكلمتين دول. كل يوم امسحي لهم السلم، هما بيحبوا السلم نضيف. ما تشغليش الماتور كتير. لو عندك غسيل حطيه في سبت الغسيل بتاعك او طبق غسيل، وخزني ميه كتير واشتغلي بالكوز، لان صوت الماتور بيبقى عامل لهم زي صوت الشنيور في دماغهم. ما تغسليش كتير وابقي نشري في الصاله، لان التنشير بره ده بيعمل لهم ازمه. وبيخافوا على المسحوق والكلور كانك خاربه بيت ابنهم. ما تاكليش كتير وصومي واعملي رجيم، هما ما بيحبوش الواحده اللي بتاكل كتير. في بيت العيله اعملي نفسك ما بتفهميش حاجه، حتى لو انت استاذه في الحاجه دي، لان هما ما بيحبوش الواحده اللي تعمل فهم عليهم. ما تكلميش اهلك كل شويه قدامهم، لان هما بيتهيأ لهم ان انت بتتكلمي عليهم. مش كل شويه تاخدي عيالك وتروحي بيت اهلك، هما بيخافوا على عيال ابنهم من اهلك، لان هما في الغالب فاكرين ان اهلك بيحسدوهم. لكن لو خدتيهم ورحت عند اهل جوزك عادي جدا، العيال بتفوق وتروق عند عمتهم. ودي اهم نقطه. اوعي تقولي في يوم تعبانه، لان هم واخدينك من حديد. لو تعبت مين يخدمهم؟ خدي بالك من الحته دي. في بيت العيله ممنوع تقولي انك تعبانه. لو جوزك مسافر هتعيشي عند حماتك عشان توفري نور وميه وكهرباء، لان انت عامله فرح فوق في شقته، فانت عايشه مع حماتك تحت عشان توفري الميه والكهرباء فوق وتهلكي في صحتك تحت ليها. لو جوزك مسافر ما ينفعش يبعت لك فلوس وتمسكيها. معروفه يعني بيبعت الفلوس لامه وابوه ويدولك منها الاحتياجات، وبالاخص لو محتاجه دواء هيعطفوا عليك ويديهولك. ودي الاخيره، لو اتجوزتي في بيت عيله تتجوزي وليكي شقه مستقله بيكي، لان انت متجوزه الراجل يصونك. لو نزلت عند حماتك تعملي حاجه خفيفه وتطلعي تاني شقتك، لان انت ما اتجوزتيش راجل عشان تنزلي تخدمي اهله وتبقي زي العبيد. من حق نسيت اقول اللي هتزعل من كلامي، صدق تسدي نفسك، لان فعلا ده اللي بيحصل لبنات الناس اللي اهلهم تعبوا فيهم تربيه وظهرهم اتكسر عليهم. ده اللي بيحصل لهم في بيت العيله، الا من رحم ربي.